انا عارفة ومتأكدة ان ظروف كل واحدة فينا مختلفة عن التانية، كمان دماغنا وتفكيرنا مختلفين خالص عن بعض. كل واحدة فينا ليها اهتماماتها وليها افكارها، ودي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة. صباح الفل، صباح الخير، صباح الطاقة الايجابية، وصباح كل حاجة حلوة عليكم في الدنيا. ربنا يدوم عليكم الستر والصحة وراحة البال. النهاردة هكلمك عن التحويش والتفكير في التحويش، وهغير نظرتك 180 درجة عن التحويش والتفكير في التحويش. الفيديو النهارده حلو جدا، هتاخدي منه فكرتين روعة جدا. فكرتين ولا اجمل من كده. مين فيكم ما سالتش نفسها كده سؤال وقالت انا لسه ما جبتش هدوم الشتوى، لسه ما جبتش غير رمضان، لسه مش مستعديه للعيد؟ مين فيكم لسه حاطه ايدها على خدها لحد النهارده وما عملتش قرش للزمن، وتتمنى الزمن يرجع بيها ولا يوم واحد بس عشان تقدر تحوش قرش على جنب له؟ مين فيكم نفسها في حته حلق او حته خاتم؟ مين فيكم نفسها تغير يا جماعه الكبه والخلاط؟ نفسي اغير يا ام محمد السباكه عندي واجيب غساله حلوه ترحمني من برد الشتاء. نفسي كمان اجيب خلاط. نفسي اغير الفرشه واجيب فوط وملايات كتير بالوان مختلفه، واجيب بطاطين حلوه وكمان الحفه حلوه للعيال. مين فيكم بتحلم يبقى عندها ده كله من الفلوس البسيطه؟ ابدأي صغيره او ابدأي بالقليل وان شاء الله هيبقى معاكي الكتير. حبيبه قلبي، حبايب قلبي، انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. والنهارده انا عامله فكرتين في فكره واحده، يعني عامله فكره جمعيه وكمان فكره تحدي. عايزاكم اول حاجه تسموا كده بالله وتذكروا الرسول عليه الصلاه والسلام في الكومنتات وتكتبوا لي جاهزين، عشان ان شاء الله نبدا التحدي مع ام محمد ومحمود. كل لما تيجي تعملي حاجه حاولي تستعيني بالله، مش حاولي استعيني بالله. واي حاجه ناويين نعملها يا جماعه لازم يبقى نيتنا منها الصدقه، طلعي منها صدقه ولو بسيط. وانا قلت لك هتني وراكي لحد ما تحوشي وتعملي مبلغ. انا عايزه اشوف انجازاتكم، عايزه اشوف انجازاتكم. معقول الافكار دي كلها تروح على الارض ودعب يروح على الارض؟ لم اقبل لم اقبل لم اقبل. يلا خشوا في الكومنتات اعملوا اكتبوا لي كل اهدافكم احلامكم في الكومنتات. دعبسي جوه نفسك كده على حلم كنت بتحلميه وانت صغيره. كلنا بنتمنى ان احنا يكون معانا فلوس وان احنا نجيب الحاجه اللي في نفسنا، بس طبعا الظروف اللي انت شايفينها ديت مش مخليه مش موفره معانا فلوس. فاحنا ان شاء الله انا بحاول اعمل لكم فيديوهات من الفلوس الفكه البسيطه وافكار. وزي ما قلت لكم في الاول احنا كلنا ظروفنا مختلفه، يعني في ناس ممكن تعمل التحدي ده او ممكن تعمل فكره الجمعيه ديت وهي مرتاحه جدا، وفي ناس تقول لك لا ده الفلوس كتير عليا او كده. فانا عامله سلسله فيديوهات جميله جدا كلها على قد من اول جنيه و2 جنيه و5 جنيه. الفيديو اللي فات برضو كان فكره حلوه، وانا بحاول اطبق الافكار دي على نفسي معاكم. انتوا شجعتوني على التوفير والتحويش، انا بشكركم وربنا يخليكم ليا. كانت معاكي 20 جنيه. ايوه التحدي بتاعنا النهارده وفكره الجمعيه بتاعتنا بتبدا ب20 جنيه. 20 جنيه ازاي يا ام محمد؟ بصي يا حبيبه قلبي، النهارده انا معايا 4000 جنيه، عايزاكي توصلي لهدفك وهو 4000 جنيه. طيب يا محمد احنا هنوصل لل 4000 جنيه دول ازاي من ال20 جنيه اللي انت بتتكلمي عنهم؟ هقول لك اهو. احنا معانا ال 4000 جنيه هنعمل منهم جمعيه، هنعمل بيهم جمعيه ازاي؟ يعني انا عايزه جمعيه بس على 6 شهور. على 6 ايه شهور؟ 6 شهور ازاي؟ هقول لك اهو. انا مثلا 4000 جنيه معايا 6 انفار في ال6 شهور دول. حلو الكلام. طيب ال 4000 جنيه دول على 6، كل واحد هيدفع 666 جنيه. 666 جنيه. قولي مثلا يا ستي 600، ماشي قولي 600، كل واحد هيدفع 600 جنيه. طيب انا يا ام محمد ما اقدرش ان انا ادفع ال 600 جنيه كل شهر، او 600 جنيه مبلغ كتير عليا. لا اصبري عليا بقى. بصي يا حبيبه قلبي هقول لك اهو. ال 600 جنيه اللي انت بتتكلمي عنهم دول انا مش عايزاكي تدفعيهم على بعض، لا. انا كل يوم مطلوب منك ان انت تجيبي حصاله. بصوا بقى العلبه دي مثلا اهي، علبه فاضيه اهي، ماشي. اي علبة عندك ممكن بقى تعمليها ايه زي كده حصالة وتحطي لي فيها كل يوم حبيبة قلبي. هتحطي فيها يا حبيبة قلبي 22 جنيه. هتحطي فيها كام؟ 22 جنيه. عشان اوصل لكام؟ عشان اوصل
ل 666 جنيه. عشان اوصل ل 666 جنيه يبقى انا حطيت كل يوم في علبه فاضيه عندك، مش ضروري حصاله ولا اي حاجه، ما تكلفيش نفسك حاجه. المهم ان انت تحطي لي 666 جنيه في اخر الشهر. استمري، الاستمرار هو اللي هيحقق لك هدفك. طيب انا يا ام محمد مش عارفه الم الجمعيه دي، او مفيش انفار يخشوا معايا في الجمعيه دي، مفيش اي مشكله، ممكن تعمليها مع نفسك لمده 6 شهور. ممكن 6 شهور، احنا فاضل على رمضان حوالي 4 اشهر كمان، ممكن نعملها للعيد او العيد الكبير. او يا ستي اعمليها لاي هدف في دماغك انت عايزه تحققيه، مش ضروري تربطي نفسك بحاجه. احنا بنقدم المشيئه وبنعمل حساب بالزمن، يعني بنعمل حساب الزمن وبنقدم المشيئه بنقول ان شاء الله. ماشي، يبقى انا مطلوب مني ايه؟ 666 جنيه هم اللي مطلوبين مني كل شهر. طيب انا حققتهم ازاي يا ام محمد؟ حققتيهم لما حطيتي 22 جنيه كل يوم. مش عارفه تحطي ال 22 جنيه كل يوم، اقسميهم على يومين، حطي كل يوم 11 جنيه. حاولي تشاركي معاكي كل اللي حواليكي، انت وصاحبتك، انت واختك، انت وبنوتك. والله الافكار دي هتشجعهم جدا لو انت بداتي تديها لهم. في الاخر انا عايزاكي بعد 6 شهور ان شاء الله باذن الله هتوصلي لهدفك اللي هو كام؟ اللي هو 4000 جنيه. 4000 جنيه وظفيهم زي ما انت عايزه، تقدري تعملي فيهم اللي انت عايزاه. ال 4000 جنيه قبل ما تبداي تقولي انا هحطهم ليه او انا هحوشهم ليه، ابداي فكري انت هتعملي بيهم ايه. هتطلعي 100 حاجه وحاجه كده في دماغك ان انت هتعمليهم بيها، وربنا يوسع عليكي ويرزقك من وسع. قلبي اللي هتقولي يا محمد انا عايزه حاجه اقل من 6 شهور، انا مش لسه اقعد 6 شهور احوش، ده 6 شهور كتير عليا. هو صحيح المبلغ قليل، 20 جنيه قليله في اليوم، بس انا ممكن ربنا موسعها عليا يا ستي، وعايزه ان انا اوفر في ايام قليله. عايزه مثلا اكتر تحدي ممكن اعمله في التحويش اللي هم كام؟ اديني مثلا شهرين 3 شهور بالاكتر. يعني انا النهارده اقول لك على تحدي حلو جدا، 70 يوم. 70 يوم يا محمد؟ ايوه حبيبه قلبي، 70 يوم. في ناس كتير ربنا موسعها عليها وتقدر ان هي تعمل التحدي ده معانا، وفي ناس كتير بتقول لك ال 4000 جنيه دول اصلا مش فلوس، ما بيعملوش حاجه، ما عادوش بيعملوا حاجه. انا بكلم كل الفئات، بكلم المتوسطه. انا قلت لك كل واحده فينا لها ظروفها ولا تفكيرها ولا دماغها ولا كمان اهتماماتها. ممكن واحده تاخد ال 4000 جنيه دول تجيب بهم ميك اب، ما عندهاش مشكله. ممكن واحده تانية ربنا كرمها كده وتقوم قايله لك هجيب بهم هدوم. ممكن واحده تانية تقوم قايله لك ايه، لا انا تستولى بيتها وتقول لك انا هجيب خزين البيت، رز، سمنه، سكر، حاجات للبيت مش شرط رمضان بس. وماشي، فانا النهارده اديتك تحدي، وزي ما قلت لك ما تحطيش العقده في المنشار وتيجي تقولي يا محمد ازاي هنحط 100 جنيه ونحط 200 جنيه ونحط الارقام دي. الارقام دي يا حبيبتي لو مش قادره تحطيها اقسميها على ايام. يعني ال 100 جنيه انا مش قادره احطها في اليوم، ممكن اقسمها على 4 ايام. ممكن احط كل يوم 25 جنيه على 4 ايام، حسب ظروفك، حسب ظروفك انت. لو هتقسمي ال 20 جنيه على 4 ايام وتحطي كل يوم 5 جنيه مفيش اي مشكله. انا بقول لك حسب ظروفك، بس ما اقول لك ما تتحججيش، ما تتحججيش وتقولي مش هبدا ومش هعمل ومش هخلي. طول ما انت ما خدتيش القرار صدقني مش هتوصلي لحاجه. لو انت عايزه تجمعي ال 4000 جنيه دول وتعملي بهم مشروع ويبقوا راس المال للمشروع، وبعد كده يبقى المشروع يكسب معاكي، زي تربيه الفراخ، زي ان انت تجيبي هدوم وتسوقيها، او تعملي حاجات هاند ميد في البيت وتبيعيها. الحاجات دي حلوه جدا وممكن ان انت تشتغلي فيها. هتاخدي الورقه اللي معايا دي حبيبه قلبي سكرين شوت، وهتبداي توزعي التحدي ده زي ما انت عايزه. اول يوم حاطط عندنا 100 جنيه، ممكن انت تعملي ال 100 جنيه دول على يومين او 4 ايام حسب مقدرتك انت. كمان عندنا هنا 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه و100 جنيه. انا جايبه لكم تحديات تعتبر من الصفر خالص لحد فوق. التحدي ده هيخلص معانا في قد ايه؟ هيخلص معانا في 70 يوم. 70 يوم عديهم على ايديكي واكتبيهم وعلميهم. هتبداي ان انت تاخدي الورقه دي سكرين شوت وتصوريها عندك، ماشي. وبعد كده هتبداي ان انت تعلقيها في الحيطه، تحطيها على كرتونه، تحطيها على حصاله. شغلي دماغك معايا وان شاء الله هتبداي ان انت تبداي التحدي ده وتعمليه. الناس كتير ما بتحبش الجمعيات، وناس كتير ما بتحبش تبقى ملتزمه مع حد. مش عايزه تعملي الجمعيه اللي في اول الفيديو، ممكن ان انت تبداي تعملي التحدي ده. تحدي حلو جدا مش هيكلفك حاجه. قلت لك ابداي بالقليل وان شاء الله هتلاقي معاكي الكتير، بس تخلصي النيه كده لله سبحانه وتعالى ان انت هتطلعي جزء صدقه. انا ما اعرفش انت هتطلعي قد ايه انت بقى وظروفك. يعني حبيتي تطلعي نص الفلوس دي حاجه ترجع لك، حبيتي تطلعي الربع، حبيتي تطلعي 5 10 جنيه دي برضه حاجه ترجع لك. صدقيني لو عملتي كده ال 4000 جنيه دول هيبقوا فيهم بركه كتير قوي. طيب قبل ما تبداي اي تحدي او اي تحويش حاولي تسالي نفسك كده، تقولي لنفسك انا هعمل التحدي ده ليه، او هدفي منه ايه، عايزه اجيب ايه. ممكن تجيبي بيه حاجات كتير. انا عامله لك سلسله تحويش وتوفير ليه، عشان
احنا قلت لك ظروفك مش زي ظروفي، فانا عايزاكي تبداي معايا من الصفر، ابداي بحاجه قليله. اهم حاجه في كل حاجه في حياتنا ان احنا استمري في التحويش، واستمري ان انت تعملي التحديات دي معايا، وان شاء الله هتلاقي نتيجه حلوه جدا من اي تحدي انا عاملاه. انا عامله لك تحدي ال 500 جنيه، وفي تحديات حلوه جدا على القناه، بس انا ما بشوفش اللايكات بتاعتكم ليه؟ وفي كلمه جازم في الكومنتات بتاعت ام محمد ومحمود، كوبايه شاي مع سمر بتقولك ما تيأسيش، خلي عندك عزيمه واصرار، وان شاء الله توصلي لهدفك. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، ويا رب اكون النهارده خفيفه على قلبكم، ما اكونش تقلت عليكم كده. انا لو كنت برغي معاكي فانا برغي معاكي طبعا عشان مصلحتك، وحابه اقول لك على كل كلمه بكل ضمير، والله والله بقول لك انا عايزاكي بجد تبداي، وعايزاكي تدعبسي كده جواكي على شويه احلام جواكي، اي حلم كان نفسك تحققيه من زمان بفلوس بسيطه ان شاء الله تبداي تحققيه لو بدات بالتحديات ديت وعملتيها. اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد وتحدي جديد. دعوه حلوه منكم ليا بالشفاء وان ربنا يكرمني، وما تنسوش اهم حاجه الاشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.